الساحل. ده اكتر من 2 لتر دي، مجرد ما ادور كده هوت خلاص شكرا العربيه. ده اكتر من 2 لتر، ربنا يستر. ربنا يستر. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع الغاء سخن التكييف في العربيه. فلو انت ما عندكش فكره عن الموضوع، النهارده ان شاء الله هنشوف بيتعمل ازاي، ليه الناس بتعمله اساسا، والنتائج المترتبه على عمل حاجه زي كده، وهل هو مفيد للعربيه او بيأثر على اداء العربيه. لو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. لو بتحب العربيات هتلاقي قائمه تشغيل كامله عن صيانة السيارات، لو بتحب الكمبيوتر هتلاقي قائمة تشغيل كاملة عن صيانة الكمبيوتر. تابعنا للنهاية، وفي آخر الحلقة هنقول النتائج اللي حصلت بعد ما عملنا الموضوع دوت. ويلا بينا نبدأ الحلقة دلوقتي. طيب ايه هي الفكرة نفسها، ويعني ايه الغاء سخن التكييف؟ زي ما انتم شايفين كده اهو، دي دورة التبريد بتاعة العربية. السائل التبريد بيخش جوه البلوك بتاعة الموتور، بيلف حوالين غرف الحريق بتاعة الموتور بحيث ان هو يبدأ يبرد او يبدأ يعمل تبادل حراري، ياخد الحرارة ويعدي المية الباردة او سائل التبريد البارد عشان يبدأ ينزل درجة حرارة الموتور. من ضمن الموضوع دوت بيدخل جوه الكابينة بتاعة القيادة نفسها في حاجة اسمها سربنتينة السخن جوه التابلو بتاع العربية، بحيث ان انت لو في البرد ممكن بيبقى وراه مروحة، فلما بتشغل المروحة دي بتطلع الهواء السخن الناتج عن اللي جاي من الموتور، بتطلعه على الهوايات عندك، فبالتالي بيبدأ يدفي درجة حرارة الكابينة. بما اننا احنا طبعا عندنا معظم السنة الجو حر، او الجو يعني مش بارد للدرجة الفظيعة دي، فناس بتقول لا احنا نلغي السربنتينة اللي جوه، او اللي هو الشكل اللي قدامنا دوت، نبدأ ان احنا نلغيه. بالتالي في ناس بتقول تعالوا نشيل الجزئية دي، او ان احنا نلغي دوران المية السخنة داخل الكابينة. فبالتالي ده هيرفع من اداء التكييف، وهيخلي درجة الحرارة جوه الكابينة منخفضة، وبالتالي ما يجهدش التكييف ويخليه يشتغل شغل اقوى من طاقته. طيب تعالوا نشوف برضو الشغل على الطبيعة، بحيث ان انت برضو يبقى عندك الفكرة من كل النواحي. الماسورتين دول اللي هو ماسورة الداخل للتابلو والخارج من التابلو، هم بيعملوا ايه بقى؟ في خرطوم هنا هو زي ما انتم شايفين، الخرطوم دوت بيبقى داخل في بلوكة الموتور، بياخدوه يقفلوا بيه الماسورة اللي جوه دي اللي انا بشاور عليها، بحيث تبقى زي كوبري. يبقى كده انت خلاص لغيت الجزئيه دي كلها، وياخد الماسوره اللي طالعه برضو من الموتور الناحيه التانية، ويدخلها على غرف الحريق تاني، فيبقى كده منع دخول الدوره جوه المكان نفسه بتاع اللي هو التابلو نفسه. زي ما انتم شايفين كده في الرسم اللي احنا مطلعينه ده، الجزء اللي عليه الدايره الحمراء دي او الدايره الروز دي، الجزء ده هو اللي بيتلغي ويعملوه زي كوبري. فبالتالي حتى كاتب عليه اهو الجزء اللي يتم الغائه. فبالتالي طبعا يبقى دورة المية جوه الموتور بس ما تعديش داخل تابلو العربية، وبالتالي يخفض شوية من درجة حرارة الكابينة. ده اللي بيقولوه، يعني ده اللي هم قالوه. لكن تعالوا بقى نشوف النتيجة بالظبط ايه اللي حصل معايا بعد التجربة اللي انا عملتها. النتيجة بقى كانت ايه بالظبط؟ تعالوا كده بقى نشوف. بعد ما عملنا الحكاية دي ولغينا سربنتينة السخن او الجزء الداخلي ده، طبعا احنا دلوقتي لغينا جزء من المية اللي بتلف في دورة التبريد كلها. دورة التبريد في معظم العربيات أو في متوسط العربيات بتبقى من 5 ل6 لتر، بيبقى مستخبي لتر يمين أو شمال. طبعا احنا شلنا لترين، في لترين اتشالوا منها. فطبعا لأول ما دور العربية شكرا كده، العربية انت بتلاقيها وصلت لتمانينات وتسعينات درجة الحرارة في ثواني، مجرد ان انت بس تدور العربية. وده شيء طبعا خطر جدا، ما بالكم بحد كان يعني انا بشوف درجة حرارة العربية، لكن لو حد مش واخد باله هيدور العربية ويطلع، وشكرا بعد 10 دقايق هتلاقي العربية وصلت ل95 و100، ويمكن تضيع لك جوان وش سلندر ولا حاجة، وتبقى تخش لك في عمرة موتور ولا حاجة بسبب الموضوع دوت. لان الحكاية طبعا انت نقصت المية اللي بتلف جوه التبريد. يعني التبريد بدل ما كان بيعدي فيه 6 لتر بحيث ان هو يلحق يبرد ويرجع المية تسخن تاني وتلحق تبرد وترجع تاني، لا انت كده خلاص شكرا. طبعا المروحة كانت زمان بتلف على درجة 83 84 بالكتير قوي، بتبدأ المروحة تلف عشان تبدأ تسقع سائل التبريد، ويبدأ ان هو يلف جوه الموتور، ويبدأ ان هو يعمل التبادل الحراري بتاعه،
ويخفض من درجة حرارة الموتور. بعد الموضوع ده بقت توصل المروحة بقت تدور بعد 95، يعني أول ما العربية توصل لدرجة 95 بقت تدور المروحة، وده طبعا شيء خطير جدا، غير تصميم العربية كلها. أو يمكن لما اتشال الموضوع دوت، شال العدد اللترات اللي اتشال دوت هو اللي أثر على الموضوع ده. غير كمان في حاجة كمان مهمة جدا، لما هتشيل الحكاية دي هيبقى عندك جوه الموتور نفسه السربنتينة دي أو المواسير بتاعة السربنتينة دي بعد شوية ممكن تصدي. فطبعا لو صدت وحبيت ان انت ترجعها بعد فترة، لان خلاص مش هيبقى فيها مية، لو حبيت ترجعها بعد فترة ممكن طبعا المية ما تعديش، تبقى تصدي تعمل خروم، تبدأ المية تغرق لك الدنيا في الكابينة، وتبقى مشكلة تانية خالص. عشان تغير واحدة تانية بمبلغ وقدره ده أولا، ثانيا فك طبعا التابلو كله، طبعا دي بقى مشكلة تانية خالص. يعني بدل فكيت التابلو انت كده شكرا دخلت لك في حوار تاني خالص. وزي ما انتم شايفين انا بحاول ان انا خلاص ارجع الموضوع تاني، لان هي العربيه مصممه على الشكل القديم اللي قلت لكم عليه. ما ينفعش ان انت تغير في التصميم مهما كان، ومهما كانت الافكار الغريبه اللي بتطلع فينا بعض الناس بتقولها. لكن انا شخصيا لا، هخلي العربيه بالتصميم بتاعها، مش هعمل التغيرات الغريبه اللي حصلت ديت، لان طبعا اثرت بالسلب وهتأثر كمان بالسلب لسه زيادة لو استمرت. طبعا زي ما انتم شايفين موضوع صعب جدا، ما كانش بسهولة. عشان تعملها طبعا لازم بتنزل تحت العربية وتبدأ ان انت تركب المواسير تاني، بس انا قلت اعملها من فوق. طبعا الموضوع صعب جدا لدرجة فظيعة، لانه الحاجات مستخبية واماكن المواسير مستخبية. مش عارف بصراحة، انا شخصيا ما انصحش حد يعمل موضوع تاني. الموضوع ده تاني موضوع مش شايفه يعني فعلا بيعمل حاجة. او انا لا، نصيحة محدش يعمل. زي ما انتم شايفين بعد ما دفعت فلوس وعملت حاجات وقد كده، وادينا اهو. وطبعا المية اللي راحت مني اللي نزلت منها 2 لتر مية نزلوا، وما ما كنتش حاطط حاجة تحتيها بحيث ان انا اخد المية اللي نزلت دي. فلا، نصيحة ما حدش يعمل كده تاني. هربطها بس واجلد. وفي نهاية الحلقة يا رب نكون قدمنا حلقة مفيدة وحد استفاد منها. وما تحاولش ان انت تعمل الموضوع ده، لانه عن تجربة لا، بيبوظ الدنيا وبيخلي الدنيا في حتة تانية خالص. ممكن يبوظ لك او يعمل لك مشاكل كبيرة في العربية. في ناس بتقول ان هو كويس، بس انا عن تجربة بصراحة لا، ما اشتغلش كويس جدا وكانت الدنيا ضايعة خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.